3 بنات بيكونوا لابسين سنادق عشان احلى واحده فيهم هي اللي هتتجوزه، وبيطلب من اول واحده تشيل القناع من وشها، واول ما بتشيل القناع بيتفاجئ من جمالها وبيديها ورديه، وبيطلب من تاني واحده تشيل القناع وبيطلع برضه حلوه والاتنين احلى من بعض، وبيديها كمان ورده وبيطلب من اخرها انها تشيل القناع، وبيبص على لبسها وبيلاقي ان لبسها قديم، واول ما بتشيل القناع بيشوف انها مش حاطه مكياج ومش احلى واحده، وبيستغرب منها وبيقول لها المفروض حتى كنت حطيت شويه مكياج في وشك، وبيقول لها مش هتنفعي خالص، وبتتضايق منه وبتمشي. وبعد ما بيشرب من العصير في حاجه بتقف في زوره وبيفضل يكح، وكان خلاص اتخانق والبنات بيكونوا مش عارفين يعملوا ايه، فالبنت اللي رفضها بتشوفه وبتروح له بتدوس على بطنه وبتخرج الحاجه اللي وقفت في زوره، وبتستغرب اول ما بيشوف اللي هي اللي انقذته، وبيقول انت انقذتيني بعد ما رفضتك واتريقت عليكي، وبيبص على الاثنين بيلاقيهم واقفين. ساعتها بيقول لها انت الوحيده اللي هتجوزك، وبيفكر وبيقول مش عارف وشك مش حلو من غير مكياج، وبتقول له انا عامله لك مفاجاه غمض عينك، واول ما بيغمض عينه بيطلع روج من شنطتها، والبنات بيبص عليها وبيكونوا مستغربين، واول ما بيفتح عينه بيلاقي ان هي رسمت بنت وشها كله مكياج، وبتقول انت عايز واحده حلوه بس بالمكياج.